طب قول لنا يا مازن. هقول لحضرتك. دي بقول فيها انا بتكلم عن الناس اللي فيها روح انهزاميه، اللي بتحن الايام زمان يعني. وده موضوع مش كويس يعني. فاحنا عاوزين نتحمل الثوره، لان الثوره دي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدرها للناس، فلازم نتحملها ولازم نكمل مسيرتها يعني. فانا بقول فيها: ولا يوم من ايام الظالم كنا صحيح عايشين في امان، بس بنصحى وربنا عالم طالع عنا من الحرمان. كنا بننزل وسط الزحمه، نلعن نشتم نزهق نعرق، كنا بنطلب منه الرحمة ولا كنا مع سيادته بنفرق. كنا بنحلم ناكل لحمة، لكن عشنا بنفس المبدأ: عيش يا مواطن موت يا مواطن. كنا بكل بساطة نصدق 30 سنة مكبوت يا حماسنا، 30 سنة حاضر على راسنا. ده زعيمنا حبيبنا وريسنا، ولا واحد فينا كان مبسوط. كنا في عهده قفانا احمر، جوه البوكس ندوق المر، او في الحجز الشرطة تمر ناكل علقة لحد الموت. علشان كنا بناكل عيش، جسمنا يورم من التفتيش، وكأننا أعداء الجيش وهربانين من على الحدود. كنا في عهد حبيبنا مبارك، أبدني تجدني أنا خدامك، ما معكش فلوس سيب عنوانك واترمي بره وبالشلوط. كنا شباب بنخلص جامعة، ننزل نتعلم لنا صنعة، ومن السبت لحد الجمعة على القهوة نطلع مجهود. كنا بنتجوز في الحلم، ونقوم بقى شايلين الهم، نضرب كيف أو حتى نشم أو نصرخ نرقع بالصوت. كنا شباب مركون على جنب، أعلنوا على أحلامنا الحرب. جالنا الضغط ووجع القلب، والوطنية جالها هبوط. قام إيه بقى حبة ثوار، جابوا آخرهم ولعت نار. نزلوا التحرير ياخدوا الطار، من اسكندرية لأسيوط. فوقوا ياللي بتحلموا بزمان، ما بقاش كوسة ولا بتنجان. عهد مبارك كان يا مكان، جينا في الوقت المظبوط. ياللي بتبقوا على الأطلال، سبحانه غير في الأحوال. نمنا في حال وصحينا في حال، حسني راح والوطن موجود. مصر ملهاش علاقة بحزب ولا بسياسة ولا كلمة كده، مصر محتاجة حبة حب. كلنا واحد ده المفروض، كلنا واحد ده المفروض.